عمرك فكرت في الكباري اللي بنعدي عليها كل يوم؟ الكباري دي مش مجرد حتة اسمنت وحديد، دي معجزات هندسية حقيقية. تخيل كده، كوبري طوله كيلو متعلق في الهواء أو واقف فوق نهر عميق، والمية بتتحرك تحته، وبيعدي عليه آلاف العربيات في اليوم من غير ما يتحرك ولا يهتز. طيب السؤال هنا، إزاي؟ إزاي بيبنوا الأعمدة وسط النهر؟ وإزاي بيحافظوا على توازن الكوبري رغم الرياح والموج والوزن؟ وإزاي بيشتغلوا تحت المية أصلاً؟ الفيديو ده هياخدك في جولة ورا الكواليس، من أول ما المهندسين بيفكروا في فكرة الكوبري لحد آخر حجر بيتحط فيه. هتشوف تقنيات مش هتصدق إنها موجودة، وهتعرف قد إيه الموضوع أعقد مما تتخيل. ولو أول مرة تشوفنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان توصلك فيديوهاتنا الجاية اللي كلها أسرار وحقائق هتبهرك. الموضوع مش بسيط زي ما احنا شايفينه. لما تيجي تبني كوبري فوق اليابس الموضوع بيبقى أسهل شوية، لكن فوق نهر أو بحر هنا بقى التحدي الحقيقي. أول حاجة بيقابلها المهندسين إزاي نوصل للأرض اللي تحت المية أصلا، وإزاي نثبت أعمدة الكوبري من غير ما المية تغرق كل حاجة. وطبعا لازم نعمل كل ده من غير ما نوقف حركة المية أو نبوظ البيئة حوالينا. أول خطوة في بناء أي كوبري الأساسات، والأساسات تحت المية لها طرق كتير، وده حسب عمق المية ونوع التربة. في طريقة اسمها الخوازيق، أعمدة طويلة بيتدقوا جو الأرض لحد ما يوصلوا لطبقة صلبة. وفي طريقة تانية اسمها الكايسون، وده زي صندوق كبير بيتبني على البر ويتنقل لوسط المية ويتغمر، وبعدين يضخوا جواه هواء علشان العمال يشتغلوا جواه تحت المية وكأنهم على الأرض. وفي كمان حاجة اسمها كوفر دام، وده سور مؤقت حوالين المنطقة اللي هنشتغل فيها، ونشفط المية من جواه ونشتغل عادي جدا. بعد ما الأساسات تتركب، يجي دور الأعمدة. الأعمدة دي بتكون ضخمة جدا ولازم تتحمل ضغط كبير جدا، وزن الكوبري نفسه والسيارات اللي بتمشي عليه، وكمان الأمواج والرياح. الخرسانة بيتم صبها جو قوالب حديد، وغالبا بيستخدموا رافعات ضخمة عشان تنقل كل جزء في مكانه بدقة. وأوقات بيجهزوا الأعمدة دي في المصنع وينقلوها بالقوارب ويثبتوها في المكان على طول. هنا بقى بنبدأ نشوف الشكل النهائي للكوبري وهو بيتكون. سطح الكوبري أو الجزء اللي احنا بنمشي عليه بيتركب حتة حتة، وفي أنواع مختلفة من الكباري، وده حسب الغرض والمكان. الكوبري الكابلي زي كوبري تحيا مصر، وده بيعتمد على كابلات ضخمة بتتعلق من أبراج. الكوبري القوسي بيعتمد على أقواس بتوزع الوزن. الكوبري المعلق، وده زي الكباري العالمية، الكابلات بتبقى معلقة بين برجين كبار والكوبري بيتعلق منها. كل نوع ليه حساباته الخاصة وبيتعمل بدقة متناهية، علشان أي غلطة بسيطة ممكن تكلف ملايين أو تتسبب في كارثة. بس الدنيا مش وردي كده على طول، فيه مشاكل بتواجههم طول الوقت. المد والجزر بيغيروا مستوى المية، التيارات المائية ممكن تبقى قوية جدا، التربة اللي تحت ممكن تكون طينية وضعيفة، وكمان لازم الكوبري يتحمل الزلازل والعواصف والرياح القوية. علشان كده بيستخدموا مجسات وكمبيوترات ورادارات وحتى روبوتات بتفحص الأعمدة تحت المية باستمرار. يعني الشغل ما بيخلصش بعد ما الكوبري يتركب، لأ، المتابعة شغالة طول العمر. لما بنبص على أعظم الكباري اللي اتعملت في التاريخ، بنفهم قد إيه الإنسان قدر يطوع الطبيعة ويغير الواقع اللي حواليه. خليني أحكي لك عن شوية كباري كل واحد فيهم ليه قصة وليه تحدي يتغلب عليه. كوبري أكاشي كايكو اليابان، ده أطول كوبري معلق في العالم، طوله حوالي 4 كيلومتر وبيربط بين جزيرتين، وكان لازم يتحملوا رياح قوية جدا وزلازل كمان. اللي ما يعرفوش كتير إنه وهم بيبنوه حصل زلزال ضخم في المنطقة وحرك البرج من مكانه، بس بدل ما يوقفوا المشروع عدلوا التصميم وكملوا، ودلوقتي هو من أقوى الكباري في العالم. كوبري تشينجداو الصين، ده بقى حاجة تانية،
ده أطول كوبري بحري في العالم، بيعدي فوق البحر وطوله أكتر من 42 كيلومتر، يعني تقريباً قد طريق من القاهرة للفيوم. الكوبري ده بيربط بين 3 مدن ساحلية وبيوفر وقت ومجهود رهيب للناس اللي بتتنقل بينهم. كوبري البوغاز، تركيا. كوبري شكله تحفة فنية وبيعدي فوق مضيق البوسفور، بيربط بين قارتين آسيا وأوروبا، يعني وانت ماشي عليه حرفياً بتتنقل من قارة للتانية. التصميم بتاعه جميل جداً وبيتحمل حركة مرور ضخمة يومياً. كوبري جسر الملك فهد السعودية والبحرين، ده واحد من أهم الكباري في الخليج، وبيوصل بين السعودية والبحرين وبيعدي فوق البحر في خط مستقيم لمسافة حوالي 25 كيلومتر. الكوبري ده مش بس وسيلة مواصلات، ده كمان رمز للتواصل بين الدول. كوبري تحيا مصر. مصر ما ينفعش نتكلم عن الكباري من غير ما نجيب سيرة كوبري تحيا مصر. أعرض كوبري معلق في العالم ومسجل في موسوعة جينيس. الكوبري يتبنى بأيادي مصرية 100% وبيعدي فوق نهر النيل بمنظر خرافي، فيه كابلات عملاقة وأبراج ضخمة وممشى زجاجي للسياحة، وكل ده بيقول للعالم إحنا كمان نقدر نعمل مشاريع هندسية جبارة. تعليق ختامي للجزء ده اللي بيجمع بين كل الكباري دي رغم إنها في بلاد وثقافات مختلفة، هو إن وراها عقول بشرية اشتغلت بذكاء وتصميم وتخطيط دقيق علشان تتغلب على المستحيل. الكوبري مش مجرد طريق، ده رسالة إن أي عقبة ممكن نتغلب عليها لو عرفنا نشتغل صح. المرة الجاية اللي تعدي فيها على كوبري أبص تحته كده وفكر، الكوبري ده وراه قصص وتفاصيل ومهندسين اشتغلوا ليل ونهار علشان تقدر تمشي عليه بأمان. لو الفيديو ده عجبك دوس لايك، وادينا اشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر كوبري شد انتباهك، وهل كنت تعرف ان في ناس بتشتغل جوه صناديق تحت المية؟ استنانا في فيديوهات جاية كلها اسرار تفتح لك الدنيا بعين تانية.